اهو يا جماعه حاجات شي ان. اهو يا جماعه عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا من فتره كده وانا بقول لكم ان انا هوريكم اماكن نعرف منها نجيب لبس كتير، نجيب جهازنا، نجيب اللي احنا عايزينه. طبعا انا كنت حاطه في دماغي ان انا هوريكم اماكن كتيره وانا فعلا هعمل كده، بس النهارده هتكلم معاكم عن ويب سايت الناس كلها طبعا تعرفها يا جماعه، شي ان. احكي لكم مأساتي مع شي ان. انا طبعا اشتريت شي ان يعني تقريبا كنت في تانية جامعة، ايام الزمن الجميل يعني. عامة طبعا كان الاسعار فيها قليلة قوي. انا وقتها اشتريت 4 5 قطع ب1000 جنيه، ولكن المفاجأة بقى لما جاي الاوردر بقى تقريبا بعد شهر او اكتر، اللي مندوب بيكلمني قلت له اه جاهزة، قال لي 1000 جنيه دليفري. اولا انا ما كانش ينفع ان انا اقول له لا خلاص مش عايزه استلم، لان انا اصلا دافعه فلوس اونلاين. فاقول له قلل، لان هو ما عندوش فكره ان انا اقلل، لان دي طبعا تبع شركه، فاللي هو يعني ما عندوش بقى فكره الفصول وكده، وانا اصلا عامه فاشله في الفصول. ف يعني اللي هو هستلم من ساعتها، وانا قلت لا انا مش هجيب تاني من شي ان خلاص. طبعا بعد بقى ما الاسعار غليت فلازم نتجه للاونلاين. حتى اللوكال براند دلوقتي بقى اسعارها كمان مبالغ فيها قوي، فما كانش في حل في الفترة دي الحالية غير شي ان يا جماعة. شي ان اولا اسعارهم حلوة قوي، شي ان ماتيريال كويسة، مش طبعا مش كل الحاجات، في فرايتي كتيرة قوي يعني. بس انا كنت بكلم مع ناس كتيرة قوي اللي هو انا عايزة الاوردر يجيلي خلال اسبوعين، يجيلي بسعر السايت. بلاقي ناس بقى بتزود بقى عن سعر السايت المصري 200 و 300 جنيه، اللي هو مش تبقى ورث بالنسبة لي. لقيت ان الاسعار مبالغ فيها، يا اما ناس ما كانتش بترد عليا اساسا، يا اما بيردوا عليا بعد كتير. فاللي هو لا، الموضوع ما كانش ماشي معايا خالص، لحد ما كلمت واحده عشان كنت خايفه. فقلت لا، انا مش هاخد الريسك بكميات كبيره، فكفايه كده يعني نلعب كده على الخفيف، علشان يعني لو لا قدر الله حصل ان هي مثلا حاجات ما اتجابتش او كده، ما كنتش خسرت جامد يعني. فهوريكم الحاجات اللي انا جبتها يا جماعه. انا بجد مبسوطه قوي. اول حاجه تعالوا، بصوا انا اصلا عمري ما لبست اللون الاحمر، فخطير. بصوا يا جماعه، اكتبولي في الكومنت لو انتوا عايزيني استوك الحاجات دي واعمل لها ستايلنج في اللبس، وانا هعمل كده على طول يعني. مبدئيا كده الكواليتي حلوه قوي، وشكلها زي الصوره بالظبط، واللون بتاعها تحفه. اخيرا يا جماعه، اخيرا لقيت. بصوا يا جماعه، يعني زي بالظبط في الصوره يعني بجد، والكواليتي حلوه قوي، واللون بتاعها بجد خطير. بنصحكم بالقطعه دي يا جماعه. يلا بينا نشوف تالت قطعه. انا وانا بطلبها كنت حاطه ايديا على قلبي، اللي هو انا اصلا لما بقيس بنطلون بيطلع حلو ببقى لازم ان انا يا اما اقصره يا اما اضيقه شويه. الكواليتي بتاعت البنطلون حلوه قوي، طبعا سعرها خطير. انا هحط لكم طبعا لينكات كل الحاجات دي يعني علشان تبقوا عارفين ازاي توصلوا لهم. بصوا يا جماعه، اوريكم الصوره بتاعتها. عامه بجد يا جماعه، هو عامه بنطلون وايد ليج. الطول بتاعه كويس بالنسبه لي، اللون كويس، الكوتن بتاعته كويسه، كل حاجه فيه كويسه. تعالوا بقى اوريكم ربع حاجة. يا جماعه انا عمري ما اشتريت فستان من موقع اونلاين. الفستان ده يا جماعه، طبعا هو في الكاميرا باين ان هو اللون مش لبني، بس هو لونه اخضر عامه. هتشوفوه في الصور. بصوا بصوا يا جماعه، بجد حبيته قوي يعني. عامه هو يعتبر شبه الفستان بتاع الخطوبه بتاعتي، انا بحب اصلا الكرانيش دي يعني. بصوا يا جماعه، البنت دي الواتساب بتاعها ده عندهم صفحه على انستجرام، وعندهم ناس كتير قوي رد عليا على طول، وقالت لي الاسعار كلها في نفس الوقت. قالت لي هيجي بعد اسبوعين بالظبط. طبعا كنت خايفه ان انا ابعت الفلوس لحد، وانا يعني انا اكيد مش واثقه فيها قوي يعني، لان هو مش ابلكيشن، انا بكلمها خلال الواتساب. قالت لي ابعتي لي الفلوس الديبوزيت، فبعت لها. طب كلمتها بعد اسبوعين ولقيت المندوب تاني يوم عندي.
خطيره. دلوقتي انا خلصت الفيديو، لو انتوا عايزين تشوفوا اي حاجه وانا لابساها قولوا لي كمان، وانا هعمل لكم الفيديو على طول. وانتظروا يا جماعه اوردر شين اللي هو في الطريق، يعني انا اصلا كلها اسبوعين وهيجي لي اوردر تاني، علشان خلاص بقى يا جماعه انا حبيت وادمنت الموضوع. اشوفكم في فيديو جديد مع فلوج تاني باوردر تاني. باي باي.